فلو انت 1099 او سيلف امبلوي وعاوز تشتري بيت والانكم تاكس بتاعتك مش احسن حاجه، ازاي بقى بنحسب الحسبه ديت؟ حسبه بسيطه قوي. بناخد الشغل بتاعك، نشوف الداخل بتاعك قد ايه، بتعمل كام كل شهر، ايه الديبوزيت اللي داخل. ماليش دعوه بالاكسبنسز، انا بعرف ايه اللي داخل البيزنس عندك، وبنحسب 50% يا سيدي عن الحسبه بتاعتك، وفي اقل بس بنحسب 50%. 50% من الدخل بتاعك. ليتس سي اللي انت بتعمل 20,000، يبقى الانكم بتاعك كام؟ يقول لك لا يا عم الانكم بتاعك 50%، نشيل الاكسبنسز بتاعته، يبقى انت كده بتعمل 10,000. يبقى دلوقتي انت تقدر تشتري بكام؟ هنقسمها 2 تاني. يبقى انت البيمنت بتاعت البيت ما يعديش ال 5000. شفت العمليه سهله وبسيطه ازاي؟ طيب الداون بيمنت، احط كام داون بيمنت؟ 20%. ده عيب البرنامج دوت، الداون بيمنت اعلى. طيب في حاجه تانية؟ في ممكن تحط 10%، بس لازم السكور بتاعك يبقى 720 واعلى علشان يوافقوا عليه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير. فلو عاوز تتكلم معايا وتاخد كل المعلومات وتعرف كل حاجة، احجز ميعادك في الويب سايت بتاعتي gmbrokerage.com، نقعد نتكلم مع بعض. ربنا معاكم.